السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله كامل تكونوا ملاح وعلى خير وبخير. اليوم جيتكم بوصفة جديدة، هي وصفة الدجاج محمر بالرز. يجي خفيف وسهل ويندار في وقفة. ما تبخلوش عليا بلي جام ولي كومنتار، وديروا لي ابوني وتفعلوا الجرس باش يلحقكم كل فيديو جديد. شوفوا هنايا الدجاج كيفاه جانا محمر وجا بزاف هايل. نبداو على بركه الله. هنا عندي مغرفه صغيره تاع تابل الدجاج محمر، عندي كمون، عكري، فلفل كحل، ملح، قرفه، وعندي سكنجبير وخيط تاع خاص بالطبخ، وزبده وثوم وراند وزعتر وقارص ولا موطاد وشويه زيت ونص فنجان تاع الماء. نبداو هنا نحطوا هذوك التوابل كامل. عندنا هنايا تابل خاص بالدجاج محمر ينباع، وعندنا عكري وملح وفلفل كحل وكمون ونص مغرفه قرفه وسكنجبير. هادو كامل ندو منهم مغرفه صغيره، الا القرفه ندو منها نص مغرف. وهنايا مغرفه بودره تاع الثوم، وعندنا مغرفه تاع لا موطارد. وهنايا عندي اعشاب بروفونس، اعشاب عطريه، هذه تزيد لها بزاف في الذوق. وهنايا نزيدو شويه تاع الزيت، ونديرو شويه عصره تاع قارص، وكي تكون دجاجه صغيره نقصوا من القارص. وهنا نديرو نص فنجان تاع الماء باش نمشوا هذاك الخليط نقدروا ندهنوا به الدجاج كما هو موضح في الفيديو. هنايا نجيبوا الدجاجه تاعنا بعد ما غسلناها مليح بالقارص والخل والملح، ودنا مغرفه تاع فاينه باش تنحينا هذيك الريحه. ولازم هنا الشرط الوحيد، لازم تكون هذه الدجاجه قطرت مليح في الكسكاس، تنحي كاع هذاك الماء باش هذاك الماء ما يخليه ما يقعدلناش عازل. ندهنوا مليح هذاك التتبيله اللي درناها داخل الدجاجه، ونديروا لها الراند والزعتره ومغرفه كبيره تاع الزبده والبرج تاع القارص باش ينحي لنا الريحه اللي ما يحملوش الريحه تاع الدجاج. ونجيبوا هنايا الدجاجه تاعنا نديروا فيها ثقوب هكا بالموس، ونديروا نص سنينه تاع الثوم في كل ثقبه باش تزيد لها في النكهه، تدخلها كامل الثوم للداخل باش تعطينا طعم بنين بزاف. ها موضح عندكم في الفيديو او يشرح خير مني انا. هكا وزدت تقبتها مليح 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 باش هذيك التتبيله كي نديروها تدخل لنا كامل في هذيك الثقوب وتشربها هذيك الدجاجه، تعطينا طعم بزاف بنين. هاوليكم ندهنها كامل ونخلي حتى فيها حتى بلاصه كل مرسو ندهنو مليح مليح باش تشربها مليح. ما نخلي هذيك التتبيله كامل نديرها في هذه الدجاجه. هاي ليكم اني غير ندهن فيها مليح مليح. وهنايا نرشها بالملح. علاه نرشها بالملح؟ باش هذيك القرمشه اللي تجي من برا، ونقعد غير هكا نقب فيها مليح. ومن بعد نجيب هذاك الخيط الخاص بالطبخ، نربط لها هذوك الرجلين تاعها باش ما تخسرليش في الكوشه وتعطيني شكل شباب. انا هذه الدجاجه طحت فيها غير نمسها هذيك الجلده تاعها تبدا تتقطع، وهنا نخليها على الاقل تريح 5 سوايع. تحب تخدم بها مباشره ما فيش مشكل. اني نوري لكم هنا التابل تاع الدجاج ينباع هكا وفيه اعشاب الداخل. هنا بعد ما ريحت الدجاجه قبيله رشيت لها الملح في الصدر، ودرك نرش لها في الظهر. هاي ليكم ونزيد لها شويه من اعشاب هذيك العطريه بروفونس، وندهنوها بالزبده تكون بدرجه حراره الغرفه. هنا نكونوا شعلنا الكوشه باعلى درجه، وندخلوا الكوشه هنايا تتقلى غير بالعقل، وما نديروش ولا قطره تاع الماء. خلوه هنا من الجهه الاولى صدر درته هو يتقلى، ودك خرجتها راني نقلب فيها، وكما نخرجها راني ندهن فيها هنايا بالزبده حتى نصيبوها تقلات. بعد ما تتقلى لي راك تشوفوا كيف راني ندهن هنايا فيها بالزبده. بعد كي تتقلى لي مليح باش ندير فنجان تاع الماء، وكون ما ينشف هذاك الفنجان نزيد فنجان واحد اخر. هنا نحوسوا عليها نتحصلوا عليها على دجاجه محمره، ماشي نتحصلوا على دجاجه تكون مغليه. ودرك نروحوا الروز تاع الكوكوطه. عندي حبه بصل كبيره، كيله تاع الرز، الزيت، ملح، فلفل كحل، راند وزعتره وزبده. واللي يحب جامبو دجاج يجي احسن واحسن. هنايا نجيبوا الكوكوطه تاعنا نديروا فيها شويه زيت، نديروا مغرفه صغيره تاع الزبده، ونخلوه يتقلى هذاك البصل. نقلوه مليح مليح حتى البصل حتى يذبل لنا. وهنايا تحبي تزيدي شويه جلبانه، تحبي تقطعي حبه زروديه صغيره، اني نغلقها هنايا فيها وراني نعس فيها حتى يتقلى لي مليح هذاك البصل. نجيب هنايا الكيله تاع الرز، هنايا كيلتها انا بالبول،
ودرت حبه بصل مع كيله تاع البول. هنا نقعدوا نقلوا فيه هذاك الرز مليح مليح، نزيدوا له شويه تاع الملح، فلفل الكحل، واللي تحب دير كركم تجي خير وخير باش تبدلي شويه تاع اللون. ودرت هنا 2 ورقات تاع الرند، ودرت الزعتره، وراني نقلي فيهم مليح مليح. السر تاع هذا الرز يتقلى مليح حتى تشوفي الحواف بدات تكحل شويه. عارفي هنا بلي الرز تاعك تقلى مليح، وانا عارفينها بلي قاعده هي كيله تاع الرز تقابلها 2 كيلات تاع الماء. هاي ليكم هنايا بعد ما درت كيله تاع الرز وقلاني مليح مليح، هاني درت 2 كيلات تاع الماء. او هذا درت رز عادي ماشي رز بسمتي، هنا درت رز عادي، كان عندي رز عادي. هنايا غلقت لا كوكوط تاعي وخليتها على نار تكون قاويه، غير تشوفوا بدات تصفر، نقصوا كامل النار وخلوه يطيب يمهلوا. ولا خصاتو قطره تاع الماء نزيدوا، انا جاني سوا. هاي ليكم جا مزربع، جا هايل. شوفوا الدجاجه بعد ما طابت لي جات بزاف هايله، وجات تقرمش من برا والطريه والذوب من الداخل. وهاي كلاصوص تاعها، واللي حب يسقي الرز من الفوق يسقيه. شوفوا هنايا، شوفوا جات ابن منها ما كاش والله العظيم، خير من المحلات وخير ما تشروها وتجي ما تعرفوش كيفاه داروها. هنا هذه طيبوا لولادكم حاجه نقيه، تعطولهم حاجه بنينه. هاي ليكم ترافقيها بالروز ولا لا بيغي ولا بطاطا. شوفوا هنا الصدر جاي يذوب. ان شاء الله يعجبكم من الفيديو، ديروا لي ابوني، جيم، تشجيع في لي كومونتير. ان شاء الله مره اخرى ان شاء الله. سلام.